بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، وانصرهم على أعدائهم، وفرج كربهم بحق هذا الشهر الكريم. اللهم لا يأتي شوال إلا بخير عليهم وعلينا يا رب، إنك على كل شيء قدير. في الحلقة دي بإذن الله حبيت أشارك معاكم برامج إن شاء الله تكون بديل ليك للمسلسلات في هذا الشهر الكريم، شهر المغفرة والرحمة، واللي المفروض نجتهد فيه على قد ما نقدر. فإن شاء الله أنا حبيت أشارك معاكم البرامج دي، وإن شاء الله تكون مفيدة. واللي يعرف غير البرامج دي ممكن يكتبها في الكومنتات بحيث إنه الكل يستفيد. طبعا في برامج كتير ومش شرط إنك تتابع برامج تكون السنة دي بس، ممكن من السنين السابقة. بس أنا حبيت أشارك معاكم البرامج اللي الإنتاج بتاعها في رمضان هذا العام. هنبدأ مع برنامج آية وحكاية للشيخ مشاري والشيخ سعيد الكملي. طبعا أنا من عشاق الشيخ سعيد الكملي، أنا الشيخ سعيد الكملي بحب لهجته جدا. لو قاعد كده بيتكلم في أي حاجة أنا هستمتع بس باللهجة بتاعته، فما بالك بقى هو بيتكلم في الدين وفي القرآن وبيشرح. كل يوم هتلاقي فيه آية بيتم شرحها وتفسيرها مع الشيخ مشاري، فإن شاء الله هتستمتعوا وهتستفيدوا وكل شيء بإذن الله. تاني برنامج معانا وهو برنامج مسرى للشيخ فهد الكندري. بصراحة البرنامج فوق الجميل، والشعار بتاعهم جميل، هو بناء جيل يحرر الأقصى. فالبرنامج بيجيب لك من أول من بنى المسجد الأقصى مرورا بجميع الأحداث، وإن شاء الله تستمتعوا بيه وتستفيدوا، ونخلي أولادنا يسمعوا البرنامج عشان نعرف أطفالنا وأولادنا قيمة المسجد الأقصى عند المسلمين. فالبرنامج جميل وبارك الله في الشيخ فهد، وإن شاء الله تستمتعوا بالسلسلة. وبعد كده نروح لثالث برنامج معنا وهو برنامج سلسلة تذوق العبادات من قناة فاهم بودكاست. السلسلة دي بيتكلم فيها الدكتور أحمد العربي عن العبادات، ازاي تخشع فيها أو تستمتع بالعبادة. بدأ السلسلة بالصلاة وبعد كده القرآن، بس السلسلة مش كل يوم حلقة، هي حلقة على مدار مثلا 10 أيام أو أسبوع. فبس الحلقة جميلة، وإن شاء الله تستمتعوا منها وتطلع منها تعرف تتلذذ بالعبادة، تخشع في الصلاة، وعلى الأقل بعض الشيء، حتى لو ما وصلتش للخشوع الكامل على الأقل هتبقى قربت بعض الشيء من الخشوع. فإن شاء الله تستفيدوا من الحلقة من البرنامج وتستمتعوا بيه. وكده أنا خلصت البرامج، بس طبعا في برامج كتير لو أنت حبيت تتابع، بالذات لو أنت حبيت في هذا الشهر الكريم شهر القرآن انك تتدبر القرآن. ففي مثلا عندك برامج من سنين سابقة، زي مثلا ممكن تقدر تتابع الدكتور احمد عبد المنعم او الدكتور فاضل سليمان. هتكتب كده في اليوتيوب الدكتور احمد عبد المنعم والدكتور فاضل سليمان، هيجي لك تدبر سورة، اي سورة في القرآن هتلاقيه شارحين صور كتير، فتشوف الصورة اللي انت عايز تتدبرها وهتستمتع مع الدكتور احمد عبد المنعم او الدكتور فاضل سليمان بالتدبر القرآن. وهقول تاني انه لو حد عنده برنامج مفيد نقدر نتابعه في رمضان يقدر يكتبه في الكومنتات. وبكده تكون الحلقة خلصت، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.